بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل صنف جديد لفيليه الفراخ. لو عندك فيليه فراخ تعالى اوريكي هتعمليه ازاي. هيزين سفرتك، طبخة سهلة وسريعة وكل المحتويات عندك في البيت. عندي هنا حطيت السمنة مع الجزر المبشور مع البصل المقطع جوانح، وكذلك الفلفل الأخضر الحلو مش الحار. لو حابه الحر حط حر، كله متقطع تقطيع جوانح عارضه زي ما انت شايفه. هنغطي عليهم ونسيبهم على نار هاديه جدا لغايه ما يستووا بالميه اللي فيهم ويبقوا دايبين، مش دايبين قوي لكن لسه فيهم يعني روح. هنكون مجهزين الفرن عندنا وجايبين الفيليه الدجاج، شايفين استوت معايا ازاي. فيليه الدجاج هكون دقاه بالمدق بتاع اللحمه عشان يعني تتفرد ويبقى فيها مسام وتبقى رقيقة. يعني عند البهارات هنا اللي هي الملح والكمون والفلفل الأسود والبابريكا وبودرة الثوم، وكذلك الزنجبيل البودر والفلفل الأسود، كله هنقلبه مع بعض. ده اللي هنبهر بيه شرايح الدجاج. عندي شرايح الدجاج أبهر كل شريحة كده بالطريقة دي، والحشوة أحطها في النص والفها زي الرول زي ما هتشوفوا معايا كده دلوقتي. حتى لو مقطوعة منك هترجع تلتئم مع بعضها تاني مع الصلصة ومع الجبنة اللي هنحطها على الوش، هيبقى الأمر سهل. ما تخافيش يعني مش هتقطع ولا توقع الحشو. هنجيب ونحط على الطرف ونبدأ نلفها زي الرول كده. بهرتها من كل ناحية عشان البهارات تتغلغل فيها. جميلة جدا وتغيير وطعمها لذيذ جدا وكلها خضروات. يعني الأطفال حتى اللي ما بياكلوش الخضروات بالطريقة دي هياكلوا الخضروات معاه، تبقى عاملة زي السندوتش والطفل ياكل. هنبدأ نجمعها زي الرولة كده ونسويها من الجوانب وننظمها، ويكون عندنا صينية عادية ممكن نحط فيها شرايح بصل، وممكن ما نحطش. انا ما حطيتش حاجة بصراحة. عندي هنا طماطم متعصجة جاهزة اللي موجودة عندي زي كل مرة قلت لكم في كل فيديو بعمله. هحطها على الوش كده يعني اغرقها اللي هي صلصة الطماطم متعصجة بالبصل والثوم والطماطم والبهارات الشرقية. وعندي جبنة موتزاريلا هنا برضو حطيتها على الوش، وهندخلها الفرن تستوي. دي بعد ما طلعتها من الفرن. شايفين الشكل والريحة والطعم، جربوها بنفسكم. حاجة جميلة وتزين سفرتك وتحبب الأطفال حتى في أكل الخضروات. ممكن نغير في الحشو،